بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العلي العظيم. أولا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان العالي لعمامنا المراجدة. جناب الشيخ ابن عمنا قال أنت المفروض تكون معزب وأنت تتقى المشي، فهو هذا الواقع. مراجدة عمامي، مراجدة أهلي، مراجدة أخوتي، وإلهم كل الاحترام وإلهم كل التقدير. وأيضا نشكر أخواننا السادة على مقدمتهم الطيبة. أكو أعربي صار يطلع من ديرته، فأخذ بنته وركب دلولة وصار يشوف له ديرة أخرى يعيش بيها. فنزل بعرب نشدهم، قال لهم انتم كلكم اخوه لو بيكم خليط. قالوا لا بالله احنا اخوه ما بيناتنا خليط. فقال لبنته شد على دلونا وخلنا نطلع هاي الديره ما لنا خبزه بيها. عبر على ديره ثانيه ونشد، ذولا كلهم اخوه لو بيهم خليط. قالوا لا بالله ذولا كلهم اخوه ما بيهم خليط. نفس الحالة طلع من الديرة. بالمرة الثالثة نشد، قال هاي الديرة الثالثة اللي طباها فيها خليط لو كلهم اخوة. قال لا بالله احنا مختلف العشائر بهاي الديرة، مو كل احنا من ظهر واحد. فقال البتة ناخذ ذلول هنا بهاي الديرة، واحنا هاي الديرة احنا نظل هنا. فنجيتها بنته قالت له انت طبينا الديرة الأولى ما قبليت والثانية ما قبليت، ايش معنى ذولا نزلت عندهم؟ فقال لها يبا اذا ذولا الناس مو اجاويد، لو مو اجاويد ما قعدت عندهم هاي العرب وقعدت بديرتهم. فاليوم هذا المحيط محيط آل فتلة، واحنا هاي المسميات نحترمها، محيط آل فتلة، محيط بن حسن، محيط آل شبل. واليوم عمامي المراجدة بهذا المحيط واعلام وينومسون. واليوم يعز علي ولو عمامي بن اسد واعتز فيهم واحنا وياهم رايه واحده وماكو فرق. لكن نقول اليوم المرشدي يجي يمشي على المرشدي. سئلوا قالوا العشيرة شنو؟ يعني تعريف العشيرة، العشيرة الله قال جعلناكم شعوبا وقبائل. العشيرة هي العشرة، ناس تعاشرت وصارت وكونت عشيرة. فاليوم هذا الزلمة اللي يسمى روحه اليوم أسدي منكم وبيكم، أخوكم ابن أختكم، خال وابن أخت، معجونين صايرين دم ولحم. فلا تخلصون من عنده ولا يخلص من عندكم. واليوم هذا الزلمه جاني وتعناني وقعد بالمضيف، قال للمراجدة عمامك والمراجدة يقدرونك. واني صح صارت بيناتنا خلاف وصار بيناتنا زعل، واليوم هي مصارين البطن تتعارك بينها مثل ما يقولون مثلا. فهاي حية اللي لدغت بطنها ذني حثا وذني سيرا. والرجل هو واخوته متاسفين على الحدث اللي صار. وهاي الساعة اللي قاعدين بيها احنا ساعة رحمان، والعفو يقولون عند المقدرة من شيم الكرماء. واني اعرف اعمام المراجدة كرماء وجاويد ومن حقهم ودون. فهذا الزلمة اللي أطلبه من عندك قبل ما أطلب من عندك تعاونه بقضية فصل أو ذبل السيد أو الذبل الأجواد، وهو يسمعني. أريده يبقى على مرشديته، وأريده يبقى هو أخوكم، وذني صيرا وعقبا وسرا سوالف، وتبقى روابط الأخوة وروابط
المحبة زين هي الحقيقية وهي الموجودة. لابد إنسان يذكر موقف، لازم الإنسان يذكر خبزة، لازم يذكر شيء، موقف معين يريده يبقى على مرشديته قبل ما نسولف بقضية حقوق ودية وقصد. وهذا هو أخوكم، ويقول أنا أعتز بيهم وأحبهم لأن ما شفت من عندهم إلا الطيب، لكن هاي ساعة الشيطان وصحت بيناتنا. شنو اللي تامرونه؟ يكون بطيب خاطر. شنو اللي طيب خاطركم؟ هو حاضر ونقول لكم ابشروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سعادتنا بعد شيوخ من عدة كلام